أهلا بكم إلى اللقاء الأولى الذي نستضيف فيه ليلة من الجزائر الكاتب الصحفي مصطفى قصاصي، حيث نناقش معه ردود فعل الجزائريين بعد إقالة الرئيس الجزائري بوتفليقة لثمانية من كبار المدراء والشركات الحكومية في البلاد. تباينت إذن الآراء في الجزائر بشأن التغييرات الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي شملت إقالة مديري البنوك والشركات الحكومية الكبرى في البلاد، حيث أصدر الرئيس بوتفليقة خلال رئاسته لمجلس الوزراء الأخير قرارات بإقالة 8 من مديري كبريات المؤسسات العامة الاقتصادية والمالية، وأبرزها شركة سوناتراك الحكومية البترولية والخطوط الجوية الجزائرية. وتزامنت هذه الموجة مع الإقالات والتعيينات الجديدة مع صدور تقرير المركز الوطني للإحصائيات يفيد بتراجع الصادرات من المحروقات بنسبة 43%، بالإضافة إلى انهيار أسعار البترول في السوق العالمي وإعلان الحكومة حالة التقشف. إذا من الجزائر ينضم إلينا الصحفي مصطفى قصاصي. أستاذ مصطفى، مساء الخير. ما الذي بداية دفع الرئيس الجزائري لاتخاذ كل هذه القرارات مرة واحدة وبهذه الجذرية؟ أظن أن الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى هذه التغييرات بين قوسين هي محاولة إعلامية وتسويق سياسي لكي يقول للساحة السياسية للمعارضة وللرأي العام الجزائري أنه يقوم بتغييرات قصد تغيير كيفية التسيير، بالأخص بعدما عرفناه وسمعناه وقرأناه من المشاكل الكبيرة، مشاكل الاختلاسات، السرقات، وكذا المشاكل السياسية والتسييرية في الجزائر. إذن هي على العموم محاولة فقط لأن يقول أنه يغير، لكن المشكلة الحقيقي أن التغيير الحقيقي غير موجود. فإذا تحدثنا عن من حولوا ومن عينوا ومن تم إنهاء مهامهم، نجد أن الكل في بعضه، يعني هي محاولة لتغيير بعض الأماكن وبعض الكراسي لا غير. ليس هنالك محاولة حقيقية لتغيير مسيرين وتغيير استراتيجية، يعني الاسم يختلف أو الاسم يتحول من مؤسسة إلى أخرى ومن مكان إلى آخر. إذن أنت ترى أن ليس هناك تغيير فعلي في هذه القرارات التي اتخذها الرئيس الجزائري. سنتطرق إلى هذه النقطة بالتحديد والدوافع التي دفعت إلى ذلك، ولكن أسألك عن التوقيت، لأنه كان بإمكان الرئيس الجزائري أن يقوم بذلك يعني خطوة خطوة، ليس بهذه الطريقة الجذرية كما قلت 8 رؤساء مؤسسات ضربة واحدة، ويعني ليس هناك ما يفرض عليه في هذه اللحظة اتخاذ هذا القرار. كان بإمكانه أن يقوم بذلك بعد الانتخابات وفوزه بالعهدة الرابعة، أن يؤخر ذلك، يعني أن يكون هناك مسوغ ما للقيام بهذه الخطوة. لماذا الآن؟ هل هناك من دافع فعلي مباشر لهذه الخطوة؟ بالفعل التوقيت. لماذا الآن؟ لأن هنالك شبه حصار سياسي ووعي وطني كبير، وهنالك مشاكل عديدة وكذلك مشاكل حتى في العدالة الجزائرية. يعني هنالك صورة لبنوك جزائرية لم تقم بشيء منذ 99 إلى غاية اليوم من أجل إعادة النفس للاستثمار الوطني. هنالك صورة مثلا الخطوط الجوية الجزائرية التي أصبحت مؤسسة يمكن أن نقول عليها أنها تعني كل شيء فيما يخص الرداءة. إذن كل هذه الأشياء جعلت وعجلت كذلك في اتخاذ هذه القرارات. هنالك كذلك أسعار البترول التي وصلت إلى ما نعرفه. هنالك كذلك الضغط السياسي من طرف معارضة دائما تنتقد الوضع السياسي وتنتقد كذلك الاستراتيجية الاقتصادية. هنالك في أروقة العدالة محاسبة بعض المسؤولين الصغار وليس الكبار. هنالك فضيحة الطريق السيار شرق غرب، هنالك فضيحة سوناتراك، هنالك فضيحة خليفة. تقصد أن هناك تراكم للمشاكل هو الذي دفع إلى اتخاذ هذه القرارات الآن؟
بالفعل تراكم للمشاكل، وأراد الرئيس ومن مع الرئيس إعطاء إجابات سطحية لهذه المشاكل. يعني أن طريقة تسيير المنظومة الاقتصادية لم تتغير، طريقة تعيين المسؤولين حسب الكفاءة لم تتغير. يمكن أن أقدم لكم مثال واقعي، وهو مثال إلى أين وصلت حدة هذه العمليات التغييرية. مثلا نعرف أن من عين على رأس مديرية المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار التي تسير أكثر من 100 مليون أورو إشهار عمومي يقدم للمؤسسات الإعلامية، وبالأخص المؤسسات التي تعمل وتكون في طرف السلطة. هنالك تم تعيين مدير تحرير لجريدة خاصة، مالك الجريدة الخاصة هو السيد علي حداد، وهو رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، وهو الذي يستضيف سفراء الدول الغربية والمشرقية، وهو الذي لديه أثر كبير في تعيين المسيرين. مثل هذا التغيير يؤكد أننا تحولنا من تغيير كان في وقت مضى يتم مع حاشية الرئاسة فقط في مؤسسة عمومية، لكن الآن القوى الليبرالية الخاصة المؤسسة الكبرى أصبحت طرفا فعالا في التعيين في مناصب سياسية ومناصب اقتصادية. قد يفترض المتابع أو يعني الذي يتابع هذا الخبر ويستمع لهذا الخبر أنه كانت هناك عملية تفكير جدي وفعلي في عملية التغيير، وأنه تم اختيار الأشخاص المناسبين، وأنه على الأقل ربما مثلا إن لم يكن هناك أداء جيد بالنسبة لهؤلاء المسؤولين المقصين الآن، أن هناك ربما نوع من التحقيق في أدائهم، في أن كانوا يعني قصروا في أدائهم في مناصبهم. هل هناك أي نوع من التحقيق، المتابعة، المحاكمة إن كان هناك تقصير فعلي أو اختلالات؟ هنالك عكس ذلك يا أخي. عندما تقرأ تصريح الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية الذي قال أن المدير الذي أقيل من مهامه وعوض بمدير الجمارك الجزائرية، يقول أن المدير لقد أخذ معه ما يسمى بعلاوة نهاية المهمة فيما يقارب مليار سنتيم جزائري، وكذلك بعض الأشياء الأخرى. هل هذا يسمى يعني معاقبة لعدم تسيير حقيقي وفعال؟ وكذلك ما هي اختصاصات وما هي قدرة وما هي إمكانيات مدير جمارك ليحول لتسيير قطاع الطيران مثلا؟ يعني مدير الجمارك يمكن أن يكون مديرا في الجمارك وله إمكانيات ذلك على الأقل على مستوى الخبرة التي اكتسبها، لكن ما هي إمكانياته، ما هي سيرته الذاتية، وما هي معرفته مثلا في تسيير قطاع حساس مثل قطاع الطيران؟ المعروف أن حتى مدراء المؤسسات البنكية العمومية هم أساسا مدراء تدرجوا في المسؤوليات في المؤسسات العمومية البنكية، وليسوا بمن لهم باع في التسيير والمانجمنت للمؤسسات. لأنه إذا كان الأمر كذلك فهنالك كفاءة جزائرية كبيرة ليست بالضرورة في المنظومة الاقتصادية والسياسية للحكومة الحالية. هنالك كفاءات يمكن أن تولى لها هذه المناصب ويمكن أن تحاسب عن طريق أهداف محققة. طيب تسطرها أستاذ مصطفى، المفترض منطقيا أن خطوة مثل هذه هي الغاية منها إرسال رسالة إلى المواطنين الجزائريين من قبل القيادة الجزائرية بأن هناك نية إصلاحية، هناك رسالة إصلاحية فعليا ينوي الرئيس الجزائري القيام بها، وقد بدأ فعليا القيام بها. ولكن إن كان الوضع كما تقول أنت بالصورة التي تتحدث عنها أنت، فإن هذه التغييرات سوف ستكون نتيجتها عكس المراد منها منطقيا. منطقيا أولا أنا لست وحدي القائل بما هو حقيقي، هذا ما يلاحظه ويشاهده عامة الناس والمختصين وقادة الرأي في الجزائر. ثانيا تصوروا معي أن التغييرات أساسا انتظرت يعني مدة كبيرة. لنفترض أن بداية حكم الرئيس بوتفليقة بدأت من 99 ونحن في 2015، لم يكن تغيير حقيقي في هذه المدة الكبيرة، والآن ليس بوقت الكبير الذي بقى لبوتفليقة بالنظر إلى حالته الصحية وتدهور منظومة الحكم بطريقة وبصفة عامة. هذا التغيير ليس بالحقيقي والواقعي. كيف لمن لم يستطع في مدة كانت فيها أسعار البترول
تتراوح بين 100 و 120 دولار أن يغير اقتصاد الجزائر الذي لا زال إلى حد الآن تابعا للبترول بالصادرات بنسبة 98%. ولذلك أسألك بطريقة أخرى وبصيغة أخرى أستاذ مصطفى، هو يفترض أن رئيس الجزائر الآن يقوم بإصلاحات فعلية حتى يرضي الشارع الجزائري، ولا يتوقع ولا يعني لا يفهم منطقيا أن يقوم بإجراءات تستفز المواطن الجزائري الآن بالتحديد. بالعكس، الإصلاحات شبه الإصلاحات الحالية هي محاولة للعمل على وضع نهاية لكل ما هو مشاكل اقتصادية، ليس تلك المشاكل التي يعانيها المواطن بل المشاكل التي يعانيها النظام برموزه. يعني عندما نرى المحاكمة في الطريق السيال الغرب، المحاكمة في خليفة والمحاكمة في سوناطراك، تهتم دائما بالمدراء والمسيرين الصغار. تهتم مثلا في محاكمة خليفة لم نتحدث عن الآمر والناهي في كل ما حدث، تحدثنا عن عامل بسيط أو مدير بسيط أخذ مبلغا ماليا أو سيارة أو تذكرة سفر لزوجته وعائلته، ولم نتحدث عن المفيد. والحقيقة هذه العملية بالعكس هي عملية لإرضاء زبائن النظام من جهة، وعملية لأن لا تكون هنالك محاسبة حقيقية فعلية بالنظر إلى إمكانية وجود تغيير في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد يمكن أن يمس بجميع من كانوا مع النظام. بالنسبة لردود الفعل للمواطنين الجزائريين حيال ما اتخذ من قرارات، وأيضا ما تقوله الصحافة المستقلة في الجزائر بخصوص هذه التغييرات، ما الذي نستشفه منها بشكل عام؟ بالنسبة للمواطن الجزائري لا حدث. بالنسبة للصحافة وما تكتبه وما تقوله هو كذلك ما سبق وأن قلته. الصحافة المستقلة بين قوسين تقول أنه لا يمكن أن يكون تغيير حقيقي عندما نغير مدير مؤسسة. التغيير الحقيقي عندما يغير الرئيس والنظام بصفة عامة الاستراتيجية الاقتصادية. التغيير الحقيقي عندما نحاول بناء اقتصاد قوي. التغيير الحقيقي عندما نعطي الصلاحيات الكاملة لوزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير التجارة ووزير الصناعة للتسيير. ونحن نعرف أنه حتى الأسماء التي وضعت في مثل هذه الوزارات هي أسماء تنتمي بطريقة أو بأخرى إلى الرواق الأول من نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأنا أتذكر أنني استضفت الوزير الحالي للمالية عندما كان يعني بلا شغل، عندما كان السيد الوزير الحالي كان مدير لبنك فيما مضى وقد قضى فترة 10 سنوات بدون عمل يعني. ولاحظت كملاحظ وكصحفي لاحظت تغير في طريقة كلامي حول الاقتصاد. أنا أتذكر أني استضفته في قضايا اقتصادية وكان ينتقد الوضع المالي والاقتصادي والتسيير الحكومي للوضع الجزائري في الاقتصاد. وتذكرت أنه في لقاءين أو 3 قبل أن يعين وزير للمالية كان يقول عكس الكلام الذي يقوله. وفهمت من كل هذا أنه سيعين في هذه الوزارة، وحتى الإصلاحات التي كان يتحدث هو بالذات عليها ولم يستطيع تطبيقها في الوضع الراهن. شكرا جزيلا لك مصطفى قصاصي، الكاتب الصحفي الجزائري من العاصمة الجزائرية. عفوا. يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك.